ناس كتير هتتفاجئ من الرقم ده. تعرف ان وقت افتتاح المتحف المصري الكبير وصل سعر الليله في الفنادق اللي حواليه ل 1200 دولار؟ لما الغرف الفندقيه توصل للسعر ده معناه ان الطلب اكتر بكتير من المعروض. حتى في الايام العاديه سعر الليله بيوصل لاكتر من 500 دولار في اليوم، وده مؤشر صريح ان السوق محتاج وحدات فندقيه اكتر بكتير في الاريا دي حوالين المتحف والاهرامات. طب ايه رايك تستغل الفرصه دي ويبقى عندك شقه او فيلا فندقيه تدخل لك دخل يومي بالدولار؟ المقدم بيبدا من 750 الف جنيه بس. الفرصه الحقيقيه اللي بتكلم عليها هي جيت الكومباوند، 10 دقايق من المتحف المصري الكبير وقريب جدا من الاهرامات، دايركت على الطريق السياحي. المهم هنا ان الوحدات استلام فوري، يعني تقدر تستلمها وتشطب وتفرش، وتقدر تأجر على طول على مواقع زي Airbnb وBooking.com. الكومباوند ساكن بالفعل وكل الخدمات موجودة، وتقدر تروح وتشوف ده بنفسك. الأسعار بتبتدي من 7,500,000، بتدفع 10% مقدم بس، والباقي بتقسطه على 8 سنين. الفرصة دي جت في وقت الدولة بتدعم فيه زيادة الطاقة الفندقية عشان تستوعب أعداد السياح اللي هتستقبلها في الفترة اللي جاية. الفرصة هنا واضحة ومدروسة، واللي متابع وفاهم السوق العقاري عارف إن هي فرصة ما بتتفوتش. ابعت لي كلمة المتحف وخليك من أول الناس اللي تلحق الوحدات دي.